هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الزجاجة، كيكة التايجر، أي كيكة ممكن تسموها زي ما انتوا عايزين، بأسهل طريقة ممكن تتخيليها وأضمن لك نجاحها. لو انتي أول مرة تشوفيني، أنا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. النهاردة هنعمل الكيكة ديت بطريقة مختلفة غير اللي احنا متعودين عليها، بس النتيجة مضمونة. أول حاجة عندي 4 بيضات، هنزلهم في بولة. الكيكة سهلة، ما تستصعبيهاش، ما تقوليش انا مش ضامنه نتيجتها، لا جربيها زي ما انا عملتها بالظبط وهتلاقيها معاكي نتيجتها تحفه. ال4 بيضات حطيت عليهم كوبايه سكر. مبدئيا كده الكوبايه اللي انا هعاير بيها هي الكوبايه اللي هعمل بيها كل حاجه تخص الكيكه. طيب انا حطيت دلوقتي رشه فانيليا، او لو انتي هتحطي اكياس هتحطي 3 اكياس فانيليا. انا هضرب الكيكه لحد ما يبقى القوام بتاعها البيض والسكر بالمنظر اللي انت شايفاه قدامك ده، وهتحطي عليها معلقه صغيره خل زي ما انا عاملاها كده. امشي بنفس الخطوات. الطبق دوت فيه كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا، ذره ملح، كيس كيك شيف. الكيك شيف يا جماعه بيدي نتيجه احسن من الشركات التانية. انا هقلب المكونات الجافه مع بعض، وبعد كده هنزل بيها على الخليط بتاعي. طبعا انا بنخلها قبل ما انزلها. طيب انت دلوقتي هتقولي لي انت ما نزلتيش لا ماده دهنيه ولا نزلتي لبن، انت كده بتعملي ايه؟ انا هقولك امشي بس بالخطوات وفي الاخر انت هتعرفي. انا دلوقتي قلبت بقى المكونات الجافه بتاعتي مع البيض ومع السكر اللي انا ضربته وعمل فوم. هقلبه دلوقتي في اتجاه واحد زي ما انت شايفه، وهتحسي ان هي كونت خليط تقيل معايا، وده طبعا مش سمك الكيكه بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها. هتجيبي بقى كزرولة صغيرة كده وهتحطي عليها زبدة. لو سيحناها تديكي نص كوباية، مفيش زبدة يبقى نص كوباية زيت، مفيش زيت يبقى نص كوباية سمنة، عليهم كوباية لبن. دول هحطهم على النار لحد ما يغلوا زي ما انت شايفاهم بنخانين كده. وبعد كده هنزل على الخليط بتاعي اللي هو بتاع الكيكة، هقلبها. هتلاقيها ادتك معانا سمك الكيكة بتاعنا اللي احنا عارفينه. طيب انت هتقولي لي دلوقتي اللبن سخن قوي هينزل على الكيكة هيبوظ الكيك شيف؟ لا مش هيبوظه، امشي بس بالخطوات وهتلاقيه حلو جدا معاكي. انا هقسم الخليط نصين، علشان نص هستخدم عليه كاكاو ونص هستخدمه فانيليا بس عشان تطلع لك شكل الكيكه التايجر اللي احنا متعودين عليها. معايا دلوقتي 3 معالق كاكاو اسباني. مش اي كاكاو تستخدميه عشان مش هيديكي نتيجه كويسه. الكاكاو الاسباني من افضل الانواع اللي انا استخدمتها. ال3 معالق هحط عليهم نص كوبايه لبن، هتلاقي القوام بقى حلو. وبعد كده هنزل بالمقدار دوت على الكيكه بتاعتي اللي انا قسمتها. يبقى انا كده عندي نص فانيليا ونص شوكولاته. هقلب بقى المكونات مع بعض كده، يبقى انا عندي نص شوكولاته ونص فانيليا. الصينيه اللي انا استخدمتها هدهنها زيت بس، مش هديها بقى تعفير دقيق، انا هدهنها زيت بس وهستخدم على طول، لان هي اصلا جرانيت ما بتلزقش. لو الصينيه ألمونيا ممكن تعملي بقى زي ما احنا بنعمل زيت وعليها رشه دقيق. الصينيه دي مقاس 26 او 28 ممكن تستخدميها، مش اقل من كده ومش اكتر من كده. انا جبت ازازه بتاعت البيبسي العاديه، قطعتها نصين وحطيتها زي ما انت شايفه كده، وبنزل شويه من المقدار الفانيليا وشويه من المقدار الكاكاو. هيديكي في الاخر شكل عامل زي شكل الوردة، شكل هيبقى في الاخر هيبقى حلو جدا معاكي، وهيعجب كل اللي هياكلوها. هكرر نفس الطريقة لحد ما اخلص المقدار اللي عندي، وبعد كده هشيل الازازة بقى من الصينية. جربوها كده يا جماعة هتعجبكم قوي، طريقتها سهلة، انا مش شايفة ان فيها مكونات صعبة خالص. احنا استخدمنا كوبايتين دقيق، عليهم نص كوباية نشا، عليهم كيس كيك شيف. دي المكونات الجافة. المكونات السايلة 4 بيضات هضربهم مع كوباية سكر وعليهم 3 اكياس فانيليا، هضربهم لحد ما يعملوا فوم. وبعد كده هنزل عليهم بكوباية لبن وعليها نص كوباية سمنة او نص كوباية زيت يكونوا سخنين على النار بتغلي. وبعد كده هنزل على المكونات بتاعتي بعد ما اضيف الدقيق على البيض والسكر اللي هم عملوا فوم. هضيف عليهم بقى كوباية اللبن على نص كوباية السمنة المغليين، هنزل واقلب الخليط مع بعضه. هقسم الخليط واجيب 3 معالق كاكاو، عليهم نص كوبايه لبن، ادوبهم على نص المقدار اللي انا عينته على جنب.
هنزل بقى في غطا الازازه، هنزل نص مره فانيليا ومره كاكاو، هدخلها الفرن. قعدت نص ساعه بالظبط، مش هتقعد اكتر من كده لان المقدار بتاعها دوت مظبوط. نص ساعه وهتلاقي الكيكه معاكي هتطلع بالمنظر ده. حطيتها على الرف اللي في الوسط وقدت عليها من تحت بس نص ساعه، وهتلاقي الكيكه خلصت معاكي وهتديكي نفس النتيجه اللي انت شايفاها قدامك. ايه رأيك؟ وبصي انا ما صبرتش وقطعتها وهي سخنة. ما جرالهاش اي حاجة. ما تفرولتش معايا. هشة جدا، طعمها تحفة. بصي يعني انا مش قادرة اقولك يعني انت عايزة احلى من كده ايه؟ شكل وطعم ومكونات سهلة وفي اسرع وقت. يعني زي ما احنا متعودين بنقدم الحاجة بأبسط طريقة. انا كان عندي صوص شوكولاتة، حبيت ان انا احط على الوش كده، بس طبعا عشان كانت سخنة فهي شربته. لكن هي اصلا من غير صوص الشوكولاتة هي تحفة 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 بجد. جربيها بنفس المقدار ونفس المكونات، اضمن لك النجاح بتاعها. بصي عاملة ازاي، سهلة وجميلة وهشة جدا، ورغم ان هي سخنة وخطيرة وشكلها حلو قوي. ينفع تتقدم للضيوف لو انت مستعجلة، هتخلص معاكي نص ساعة عقبال ما هم يجوا في الطريق تكون انت خلصتي. قدمت معاها بقى طبعا كوباية شاي بلبن كده تفطري بيها الصبح، مفيش احلى من كده. جربيها وقولي رأيك في الكومنتات، ودوسي لايك للفيديو، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس.